يعني قلت على الزيت والخل محترمين وجت عليا انا وسكت. ماشي يا عم ماشي، خليك فاكرها بس، خليك فاكرها. خدت بالي ان انا نسيت اقلب السجق. عادي يا عم، ما طول عمرنا منسيين، ما جاتش عليك. كمل الحلقة كمل. بسم الله. انت بتقول بسم الله ليه؟ احنا اتفقنا هتوريني للناس بس. الحقوني. الدهن سايح كده. وتشوسي، كنت عاوز تقول تشوسي بس نسيت الكلمة. كل يا باشا وقول لي رايك. يا كبدة انا عندي ليكي خبر مهم، انا اتجوزت عليكي. ليه كده يا سجق؟ ورجعنا لكم تاني مع الجزء الثالث من جروب اميره البداوي الاكل البيتي. لو تفتكروا في حلقه فاتت جربنا الفطاير والقرص والعيش الرقاق الفلاحي، وجربنا تقريبا منتجات الفراخ بحالها، بس المره دي ان شاء الله هنجرب معظم منتجات اللحوم من جروب اميره البداوي للاكل البيتي. وركزوا في الحلقه كويس عشان تعرفوا الارقام اللي هتطلع على الشاشه طول ما الفيديو شغال. هتلاقوا تفاصيل دخول السحب مكتوبه كلها تحت في صندوق الوصف، وشارك يمكن تكون انت الفايز في حلقه النهارده. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع رشيد. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وادعوا اخواتنا في ارض العزه وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان، وادعوا جميع المسلمين برحمه المغفره. عندنا لحمه مفرومه وكبده وكفته وسجق وسوسيس وبرجر. ونبدا اول حاجه باللحمه المفرومه والكفته والبرجر والسجق. دي اللحمه المفرومه بتاعتنا، طبعا انتوا ممكن تكونوا شايفينها كده ايه لونها متغير شويه، فقلت بقى لسه هستنى على ما تفك، ورحت فكيتها في الميكرويف كده بسرعه. يا سلام على الاشعه الكهرومغناطيسيه، تنزل كده زي التقليه. يا لهوي، مش تخبط الاول؟ حط عليها شويه كزبره متقطعه كده وشويه ملح وبهارات لحمه وشويه شطه وشويه كمون وشويه كزبره ناشفه وشويه فلفل اسمر. نشيل اول شويه الكزبره دول كده وصلوا على النبي، وناخد بقى التوابل دي كده نفرتكها في بعض كده. وانت كده بتعملوا الاكل دايما اذكروا ربنا كده في الاكل. نحط كده بعد ما نتاكد كده ان كل حاجه اتلخبطت حلو، نجيب الرغيف البلدي بتاعنا طبقه كده في قلب الرغيف، بسم الله كده نفرشها بقى كده في قلب الرغيف كويس. بعد ما فرشنا اللحمه في قلب الرغيف كويس، نجيب بقى طبق كده او صينيه كبيره شويه ونكون مسيحين فيها حته زبده. نحط بقى الايه الرغيف كده بجنب، وناخد قطعه البرجر. بسم الله ما شاء الله قطعه حلوه بجد، شكل حلو. الله يكبر خاطرك، يا رب طعمه يكون حلو هو كمان. نحطها قبالها الناحيه الثانيه. تمام. نحط من هنا كده الكفته، ونحط هنا كده السجق. سوا بعض هتاخدكم. نحط معاها كده شويه بصل. وده شكل الصينيه زي ما انتم شايفين. طبعا على النار لغايه لما تستوي. وعلى ما اللحمه تستوي نجهز الطحينه بتاعتنا. هنحتاج طحينه، كوبايه زيت وكوبايه خل وكوبايه ميه دافيه، ليمونتين، فلفل اسمر وكمون وشويه شطه وشويه ملح. نخلط كده التوابل مع بعض كده الاول. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. نحط التوابل على الطحينه كده بسم الله، وبعدين نحط على الطحينه شويه زيت محترمين، شويه خل برده محترمين، ونجيب الليمونه بتاعتنا نعصر كده بسم الله. يعني قلت على الزيت والخل محترمين وجت عليا انا وسكت. ماشي يا عم ماشي، خليك فاكرها بس، خليك فاكرها. ونقلب بقى كده كله في بعضه. لو لقيناها متكتله ومش عايزه تمشي معانا كده وتفك، نحط لها شويه ميه دافيه. قوام الطحينه بيختلف من شخص لاخر، في ناس بتحبها تخينه، في ناس بتحبها ميه خالص. انا بحبها وسط، لا بحبها تخينه ولا بحبها سايله خالص. القوام بتاعها بدا يمسك اهو، شايفين شكلها جميل ازاي؟ ولا احلى طحينه حياتي. دوها بقى كده بسم الله. 10 من 10. وزي ما انتم شايفين كده لسه ما قلبتهاش، فجبتها عشان اقلبها قدامكم. ادي شكل البرجر كده كش طبيعي، طبعا البرجر لازم بيكش. هنا الكفته كشت برده هي كمان، انا عامل حسابي ان هم هيكشهم، ده الطبيعي. وده بقى سندوتش اللحمه، اديه تقليبه بدا يتحمص من الناحيه دي. نحط مثلا هنا كده بصلايه كمان، قرن شطه يظبط الكلام، كمان قرن شطه. نحطهم على النار لغايه لما يستووا خالص. بعد ما رحت المطبخ خدت بالي ان انا نسيت اقلب السجق. عادي يا عم، ما طول عمرنا منسيين، ما جاتش عليك. كمل الحلقة كمل. يعني خدوا تحميره حلوه كده، نقلبه برده كده بسم الله. نحطهم بقى على النار لغايه ما يستووا ونيجي نجرب مع بعض. تمت الجريمه بنجاح بسم الله ما شاء الله. الساندوتش اللحمه استوت والسجق والكفته استووا، والبرجر بتاعنا حطيت عليه شويه جبنه. طبعا انا مجهز العيش الكايزر، حاطط فيه من تحت كده كاتشب. صلوا على النبي. نجيب كده قطعه البرجر بتاعتنا بسم الله، نحطها ايه في الساندوتش. شكل كده قطعه البرجر، حلقات بصل هنا كده وطماطميتين وخيار مخلل، حتتين خيار كده بسم الله. ونغطي بقى كده. وادي ساندوتش البرجر بتاعنا الجميل. طبعا انا حطيت فوقها جبنه رومي، ما لقيتش جبنه شيدر مش مقاطعه، كل الجبنه الشيدر الموجوده مقاطعه. ده شكل البرجر في النهايه، شايفين الجمال؟ ايه رايكم؟ حاجه كده فخيمه. بسم الله. انت بتقول بسم الله ليه؟ احنا اتفقنا هتوريني للناس بس. الحقوني. خرافي. طعم البرجر نفسه جامد، وفي مضغه كده حلوه مع الجبنه والبصل والمخلل والطماطم والحبشتكنات دي كلها روعه. صباع السجق بعد ما خلوا تحميصه حلوه كده بسم الله. شكل كده السجق من جوه وباين فيه حاجات شطه كده وحاجات بسم الله. وطعم التتبيله باين فيه حلو. هنجيب رغيف عيش كده وهنقسمه نصين، بس لما تيجي تحط النصين على بعض ما تروحش تحط الحته الرقيقه مع الحته الرقيقه، خليهم عكس عكاس. يعني خلي الحته الرقيقه مع التخينه عشان الرغيف يبقى ماسك نفسه. بس انا عشان ما اكلش كتير هاخد نص واحد بس بسم الله. شويه خضره كزبره تحت كده، وفوقها بقى كده ايه صباع سجق وبصل بقى من السما معاها كده. ناخد معاها حته من القرن ده كمان كده تمام كده. وبعدين بقى من فوق كمان عودين خضره كده. وده الشكل النهائي للسندوتش. طحينه يا باشا وقول بسم الله. شايفين انا بدعكوا ازاي؟
السجق فيه تتبيله حلوه مع الكزبره بقى والبصل اللي واخد من السوا مع الفلفل، دمار شامل. خش بقى بعد كده على الكفته، صلوا على النبي. برضو حط شويه كزبره تحت كده. نسيت ندوها لوحدها برضو الاول. زي ما انتم شايفين كده صباع الكفته بعد ما اتحمر اكنه معمول على الجريل يعني. بصراحه شكله خطير. بسم الله. شكل الكفته كده من جوه، الدهن سايح كده. وتشوسي صح؟ كنت عاوز تقول تشوسي بس نسيت الكلمة. كل يا باشا وقول لي رأيك. بسم الله. الله ينور، طعمه حلو وطعم اللحمه حلوه. حط بقى كده صباع كفته، حته بصل كده متجمره واخده تجميره حلوه كده من الطاسه، حته بقى من الفلفل اللي استوى معاها. شايفين الجمال؟ وبعدين خضره كمان. طبعا بقى كل واحد يستخدم الخضار اللي بيحبه. في اللي بيحب خس يستخدم خس، اللي يحب جرجير يستخدم جرجير، اللي يحب فجل يستخدم فجل، بس ما يقعدش مع حد بالليل بعد ما ياكل. طبعا انا ما لقيتش لا خس ولا فجل ولا جرجير ولا اي حاجه، واللي لقيته كزبره يعني، حتى ما لقيتش شبت فجبت كزبره. اقفل بقى السندوتش كده واتفس في الطحينه وقول بسم الله. بسم الله. ولا اجدعها سندوتش حياتي. سندوتش زي ده بره مش اقل من 50 60 جنيه. المصري الاصيل هو اللي عارف الاكله دي ناقصها ايه. طعم الكفته مظبوط مع البصل والفلفل والكزبره، وطعم الطحينه كمان فيها لدعه خفيفه كده بتدي طعم للسندوتش تحفه. نخش بعد كده بقى على سندوتش اللحمه المفرومه. سندوتش خده تجميره محترمه، فيه كميه دهون كده بسم الله ما شاء الله متظبط. نقطع بقى السندوتش كده بسم الله. شكل السندوتش كده من جوه بسم الله ما شاء الله، الريحه طالعه جنان جنان. بس انتوا طبعا لما تعملوه بقى قللوا لحمه شويه. انا اتغبيت وزودت اللحمه، ما كانش في دماغي انها تبقى كتير كده. ندوق الاول كده من غير طحينه ونقول بسم الله. طعمها حلو والتوابل اللي انا حاططها مديها طعم جامد. بسم الله. او ممكن اكون انا زودت التوابل شويه كمان، فطعم التوابل طغى على طعم اللحمه جامد قوي يعني. بس هي كلحمه مفرومه حلوه وجميله وزي الفل. نخش بقى على طول على الكبده والسجق والسوسيس. استخدمنا صينيه تاني سيحنا فيها الزبده لغايه لما قدحت. طبعا هي قالت لي لازم الكبده تتصدم، فانا عشان نصدم الكبده جوزها سجق هيقول لها خبر حالا هيصدمها. هيقول لها ايه؟ يا كبدة أنا عندي ليكي خبر مهم. أنا اتجوزت عليكي. ليه كده يا سجق؟ فننزلها بقى تكمل صدمتها في الزيت. بسم الله. ايه ده؟ ما انصدمتش ليه؟ هي كده المفروض انصدمت في الزيت، لكن الزيت ليه هيبرد بقى ما اعرفش ازاي. وننزل السجق بقى ينصدم جنبها هو كمان. كمان المشكله ما فيش بوتاجاز نعرف اصدمهم هنا فيه. انا لما بجيب الزيت واشغل الكاميرا بيكون البتاع برد، لكن ما علينا. نحط السجق بقى ايه في جنب والكبده في جنب والسوسيس في جنب. نشيلهم بقى نحطهم على النار نخدلهم تقديحه كده، وبعدين ايه نيجي نقول لكم هنعمل فيهم ايه. صلوا على النبي. انت ما اتصدمتش ليه؟ ها؟ شلت الكبده والسجق كل واحده لوحدهم، وزي ما انتم شايفين معانا مخلل وطحينه. وطبعا مع الكبده الاحسن يكون فيه ليمون. حطيت على الكبده شويه بصل صغننين مع شويه فلفل مع شعر الكزبره وسبتهم كده ياخدوا تشويحه مع بعض. والسجق حطيت عليه شويه بصل مع شويه فلفل الوان مع شويه كزبره برده. فندوق كده السجق الاول ونقول بسم الله. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ده شكل السجق بسم الله. طعمه حلو والخلطه مدياله طعم برده. الله ينور. نجرب كده السجق مع الليمون. بسم الله. اول مره اجرب السجق مع الليمون، مش عارف هيظبط ولا لا. ما ظبطش، من غير الليمون احسن بكتير. نخش على الكبده بقى بسم الله. شكل الكبده ريحتها حلوه بسم الله. لا الله ينور. طعم الكبده 100 100. التتبيله اللي هي متبله بقى الكبده مديها طعم حلو قوي. حط عليها بقى كده ايه شعره ليمون بسم الله. الكبده مع الليمون تمشي، السجق مع الليمون ما يمشيش. اما السوسيس للاسف الفقره بتاع السوسيس كان الهارد باظ والفيديو بتاع السوسيس كان باظ، لكن انا عملته زي ما بنعمل البيض بالبسطرمه وكان حلو وجميل جدا. انصحكم تجربوه. قاعد من أول الحلقة مستني دوري زي المؤدب، وفي الآخر تقول لي الداتا باظت. تضحيتي راحت هدر. لا بقيت ساندوتش ولا بقيت ذكرى حلوة في الفيديو. كان نفسي أطلع قدام الكاميرا لقطة حلوة، أتحط في رغيف فينو وتغرق مستردة وكاتشب وأبقى ساندوتش محترم الناس تتخانق عليه، والناس تقول الله شكله يفتح النفس وطعمه لذيذ، وهطلع ترند. كلني يا صاحبي كلني، أنا سوسيس متى مجهول. حسبي الله في كروت الميموري اللي ما بتصونش العيش والملح. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. واحلى حاجه عجبتني في حلقه النهارده بصراحه البرجر كان طعمه خطير، مع الكاتشب والطماطم والبصل والجبنه الرومي والحبشتكنات دي كان طعمه روعه بسم الله ما شاء الله. تاني حاجه عجبتني الكفته طعمها حلو قوي وجميل، والسجق لما عملته زي الكفته كده عجبني اكتر من لما عملته في الاخر مع الخلطه، والكبده كان طعمها حلو وجميل. وباختصار كل حاجه في حلقه النهارده عجبتني، كلها كانت جميله. بس احلى حاجه عجبتني خالص خالص البرجر وبعد منه الكبده على طول. دول احلى اتنين عجبوني في حلقه النهارده، وده كان رايي انا. والاهم رايك انت. اكتب لي تحت في الكومنتات ايه اللي انت جربته من جروب اميره البداوي من الحاجات اللي احنا جربناها في حلقه النهارده. اكتب لي تحت في الكومنتات وقول لي رايك فيها ايه. ولو وصلت لغايه هنا حابب اشكرك من كل قلبي وادي لك هديه جميله. وهديه النهارده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه الصلاه والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه يقول: اذا اصبح احدكم فليقل اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. واذا امسى فليقل اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور، او كما قال صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. شكرا من كل قلبي لكل واحد وواحده كملوا معايا الفيديو لغايه هنا. اثبت وجودك تحت في تعليق واكتب لي ان انت وصلت لغايه اخر
اخر الفيديو، وما تنسوش تركزوا في الفيديو كويس عشان تعرفوا ال5 ارقام اللي هتظهر على الشاشه في خلال الفيديو، عشان لو كنت سعيد الحظ وكسبت في سحب هديه الفيديو ده تقول لي الرقم عشان تستلم هديتك، يمكن تكون انت كسبان في حلقه النهارده. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتشتركوا في صفحات القناه على مواقع السوشيال ميديا. هتلاقوا لينكات صفحات القناه على مواقع السوشيال ميديا موجوده كلها تحت في صندوق الوصف. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وادعوا لاخواتنا في ارض العزه ارض الكرامه وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان، وادعوا لوالد جماعه المسلمين رحمه ومغفره. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم ان شاء الله حاجه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أخيرا يا جماعة وصلنا ل1000 مشترك. احتفالا بال1000 مشترك قررنا نعمل عيدية كبيرة. الجيف اواي هيكون ليلة العيد. هيكون في 5 فايزين. كل فايز هياخد 200 جنيه عيدية. الشروط في الكومنتات، اقرأوها بسرعة. ممكن تكون انت الفايز. مستني ايه؟ يلا شارك. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم. صل على محمد 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 صل